في أمريكا سنة 1999 ظهر رجل غريب الأطوار اسمه تشارلز مانسون. كون جماعة من الشباب والشابات وأقنعهم أنه المسيح، وأن العالم سينتهي قريبا، وأن عليهم إشعال حرب بين البيض والسود ليسيطروا بعدها على أمريكا. وفي ليلة 9 أغسطس 1969 أمر 4 من أتباعه أن يقتحموا منزل المخرج الشهير رومان بولانسكي، حيث كانت زوجته الممثلة الجميلة شارون تيت وحدها مع أصدقائها. كانت شارون حاملا في شهرها الثامن، وكانت تحلم بطفلها الأول. دخل أتباع مانسون المنزل ليلا وبيدهم سكاكين ومسدسات، قتلوا كل من في المنزل بوحشية غريبة. شارون توسلت إليهم وهي تبكي وتقول: أرجوكم دعوني ألد طفلي أولا ثم اقتلوني. لكنها قتلت بدم بارد، طعنوها مرات عديدة حتى ماتت هي وجنينها في بطنها. بعد قتلهم للجميع كتبوا كلمة خنزير بدماء الضحايا على جدران المنزل قبل أن يغادروا. هذه الجريمة هزت أمريكا والعالم كله، لأن القتلة لم يكونوا مجرمين عاديين أو لصوصا جائعين، بل شبابا عاديين تحولوا إلى وحوش، لأنهم صدقوا رجلا مجنونا وجعلوه إلها لهم.